بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بس كالعادة انتوا أكيد خدتوا على غيابي كل فترة كده، أغيب شوية وارجع لكم تاني إن شاء الله. النهاردة هنعمل فيديو صغير كده عشان ما تقلش عليكم. لكاب الكاب اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. ده كاب شوفون. ممكن لو هتعمليه اسمر ممكن تلبسيه على اي حاجه، وممكن تلبسيه على اي لون. بس احنا هنعمله لون معين اهو. احنا بس عملت قدامكم الكاب، بس الدريس اللي اتعمل عليه عادي خالص، نظام اللي هو زي نظام العباية بس مكسم ومظبوط نازل على واسع. فانا طبعا عملته زيه كتير قدامكم. فالنهارده هنعمل ايه؟ هنعمل الكاب بس. القماش هنا المطلوب ايه؟ اول لازم يكون القماشة طرية، سواء هتستعمليها شيفون او سواي براحتك خالص، بس اللي معروف كسواريه بيبقى شيفون هو الافضل. تمام. فاحنا هنا هنجيب كام متر؟ هنحسب ازاي القماش والكمية اللي احنا عايزينها. الاول هشوفي طول الكاب اللي انت عايزاه قد ايه. بتقول اذا كنت عايزاه ورا قد قدام، فبتقيسي ورا الطول امام زائد الطول خلف. تمام. عايزاه من قدام قصير او الاتنين طول بعض، دي براحتك خالص. انا هنا طبقت القماش. احنا هنا عندنا متر وربع، انا حسبت الطول امام وورا لقيته متر وربع، فانا جايبه متر وربع هنا. فبطبق البرسل على البرسل، وبطبق الطول الامام، يعني الجزء القصير ده هو الطول اللي هي عايزاه صاحبة الموديل ده امام. تمام. طيب اهو. احنا كده بعد ما نظبط، وطبعا لازم القماش الشيفون دون بيبقى صعب قبل ما تظبطيه، وفي طريقه زي ما انا شفتها في مع ناس كتير انت بترش ميه، بس ايه دي براحتك خالص، اللي عارف يظبطها من غير حاجه براحته. انا هنا ظبطتها بعد ما قست الطول اللي قدام. فانا طبقته القماشه الطول كله على بعضه. ليه؟ عشان اعمل الدوران ده، وبعد كده هعمل الطول الامام هو الاقصر. يعني الخطوه اللي عملتها قبل ما اطبقها كده، دي هيبقى شكله كده، هيبقى اللي قدام قصير واللي ورا طويل. لكن انا بعد ما ظبطت كده القماش، بعملها 4 رقات بس كلها مقاس واحد الاول. ليه؟ عشان الجناب اللي هي الزاويه اللي هي من عند ال4 طبقات المفتوحين لازم اعملها مدوره كده. هي ممكن تتعمل مدوره اكتر من كده، انا عملتها بسيطه عشان ده صاحبه الموديل. حد كده عايز حاجه كلها مكسيه، ما يكونش مثلا الدوران الخلف يبقى رفيع. بعد ما قصيناه نجيب بقى طبقتين بس، ونعملهم الطول اللي انا عايزاه. بنعمل الطول اللي انا عايزاه، اللي هو القصير من قدام وايه وطويل من الخلف. هنقيس كده من الناحية المقفولة زي ما انتم شايفين، هقيس الطول اللي انا عايزاه، اللي هي عايزاه من قدام. تمام. واعلم كده واروح فردة القماش عند العلامة دي كده. يبقى كده على الطول اللي احنا عايزينه، يبقى الامام قصير عن الخلف بالمسافة اللي احنا عايزينها واللي هي مطلوبة حسب صاحبة القماش. تمام. انا ماشيه لكم بالراحه اهو، عشان القماشه شيفون والكل يعرف. الناحيه المقفوله اللي انا علمت العلامه من عندها دي اللي هتبقى الامام، واللي هي الطويله اللي من الناحيه المقفوله دي هتبقى الخلف. تمام. عشان هي من قدام بتبقى عند الصدر كده، بتبقى الكاب نازل مستقيم كده او مظبوط، ونازل من عند قرب الكتاف الدراعات بيبقى نازل على ايه، على اطول، على الخلف. تمام. عشان ميل الكتف. انا هنا اروح اعمل ايه من عند الزاويه المقفوله اللي من ناحيتين الاتجاهين مقفوله، اخد هنا عرض دوران الرقبه اهي 8 او 10 سم. انا هنا واخداها 10 سم عشان دي تبقى واسعه شويه، وبنزل 3 سم. طبعا ده كاب وتحت منه دريس، ف وممكن احتمال تدخل جواه الطرحه، فلازم تبقى واسعه شويه، وانا برضو هعمل لها فتح. تمام. انا قصيت ال4 طبقات كده على بعض، عشان كده لسه هعمل ايه، هعمل الحرده الاماميه زي ما انتم ما شايفين كده. تمام. ولازم من عند نقطه الكتف اللي هي نقطه نزول الحوض اللي اعملها علامه كده. بعد ما اقص دي هعمل علامه اللي هي بتبقى عند الرقبه من الجنب. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا بعتذر لكم للمرة التانية إني على التأخير، بس والله غصب عني أو زهق، أو يعني في حاجات كده ما ينفعش تطلع على السوشيال ميديا.
بس يعني الحمد لله بنغيب وبنرجع تاني. هنا أنا باعمل فتحة صغيرة احتياطي عشان الراس، بدل ما لسه إيه بعد ما باروزها تقول لي لأ ضيّقة أو واسعة، لأ أنا باعمل يعني في الضمان. طبعًا أنا هنا بامسكها بحرص شوية عشان من عند إيديّا وأنا ماسكة الاتنين، بامسكها بحرص عشان دي اللي هتبقى عاملاها فُرد، وهتبقى الكتاف من فوق. أدي المنظر هيبقى بالمنظر ده كده، وهاوريه لكم هو على الفستان صاحبته لابساه إزاي، هتبروز من هنا بس بيتعمل over من الديل. أهو إيه رأيكم؟ أنا زوّدت لها ده من عندي إن أنا حطيت لها حاجة بتلمع كده، وبس برضُك هي وافقت عليه يعني من قبل ما أحطه، يبقى المنظر ده كده، والدريس عادي خالص ما فيهوش أي حاجة. وطبعًا عشان يبقى ماشي مع الدريس عملت في الكُم كده حرف برضُك، والزراير اللي اخترتها إن هي برضُك فضي زي الشريط. إيه رأيكم؟ يا رب الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله مستنية رأيكم في حاجة بسيطة كده، ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب عشان أوصل لكم كل جديد، بقى لي فترة ما قُلتهاش بس مضطرة إن أنا أقولها، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.